صباح الفل. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا برضو كنت زيك بستصعب قوي عمايل الفطير المشلتت في البيت واقول ايه، شراء العبد ولا تربيته. اجيب مره من فلاحه، اجيب مره من فرن. مره على مره لقيت الاسعار بصراحه بقت مجنونه. يعني ايه اقول له انا عايزه فطيره واحده يقول لي 200 او 250 جنيه؟ قلت طب ليه ما اعملوش؟ ليه اشوف اجرب؟ مش هخسر حاجه، الدقيق موجود والزبده موجوده والسمنه موجوده. بيوتنا كلها الحمد لله ما بتخلاش من الخير، ربنا يديم علينا ستره جميعا. النهارده بقى عملت معاكم الفطير المشلتت بطريقه جديده، هقولك ازاي. طلعيه مورق بالشكل ده. مش هتصدقي هو سهل ازاي. ما خدش معايا مجهود، ما خدش معايا تكلفه. طلعت 4 فطاير بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه، طعم ولا اروع. كل اللي احتاجته النهارده ايه؟ كيلو ونص من الدقيق. استخدمي دقيق تكون خامته كويسة معروفة، ما بيطردش السوائل. آم آم يكون متعدد الأغراض، يعني هاتي دقيق متعدد الأغراض، ده هينفع معاكي لكل حاجة. طبعا أنا حطيت كيلو ونص من الدقيق، يعني كيس دقيق كامل عليه 3 أكواب من مج الشاي من الدقيق، كده كيلو ونص كاملين من الدقيق. هتنزلي عليهم برشة ملح بسيطة خالص كده، وهتحطي عليهم شوية سكر، يبقى كيلو ونص من الدقيق رشة ملح عليهم، وهتزودي شوية سكر. ودي كده المواد الجافة بتاعتنا، مش هنحط أي حاجة تانية، لا بيكنج باودر ولا خميرة ولا مواد رافعة ولا أي حاجة تانية، مجرد دقيق وشوية ملح وشوية سكر. تخيلي بقى، شفتي الدنيا سهلة ازاي. الكيلو ونص أنا نزلت عليهم بحوالي 4 أكواب إلا ربع من المية. كان بشكل تدريجي، الأول نزلت بكوبايتين ونص، او يعتبر تقولي 3 اكواب الا ربع كده في البدايه، وابتديت اقلب الدقيق مع الميه كويس. وبرده خطوه مهمه لكل العجائن بتاعتك، ان الميه عندك تكون فتره نسبيا، يعني ما تشتغليش بميه ساقعه من الحنفيه. الخطوه دي بتفرق معاكي جدا 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 في العجائن. العجينه ناشفه، فابتديت انزل بالكوبايه التانيه، بحبه الكوبايه التانيه، حبه بحبه كده بشكل تدريجي لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. وزي ما قلت لك، كيلو ونص دقيق اخد معايا 4 اكواب الا ربع من مج الشاي العادي من الميه. واهم خطوه هنا بقى العجين، اعجني على قد ما تقدري لحد ما العجينه عرقها يبان وتبقى عامله زي القطن قدامك. عجينه بتلزق في ايديكي الوسخه، لكن تضغطي ايديكي النظيفه تطلع فاضيه. وده سر نجاح اي المعجنات كلها. كل ما كانت العجينه طريه معاكي، كل ما هتطلع معاكي الوصفه بتاعتك في الاخر ناجحه. هتبتدي تقسمي العجين بتاعك ل4 قطع بنفس الشكل اللي انت شايفاه، وهتاخدي تدهني ايدك شوية زيت، وتاخدي كل قطعة تعمليها كورة بالشكل ده، بحيث ان كل قطعة فيهم هتبقى فطيرة. وحسب بقى ما انت عايزة تورقيها، عايزاها اكتر قسميها 3، عايزاها اقل، بس هي يعني الحجم ده مناسب جدا جدا. شوية زيت وترجعي تلفي التانية على ايديكي كده لحد ما تنعمي السطح تماما. العجينة في ايديكي ما شاء الله هشة وعاملة زي القطن. وهنا بقى اهم خطوه في نجاح الفطير، افرشي صينيه، افرشي ستريتش راب، افرشي كيس مشمع، وحطي الكور بتاعتك عليها وغطيها ترتاح مده ما تقلش عن ساعه. سواء في الصيف او في الشتاء، احنا مش بنخمر، احنا بنريح العجينه، لان العجينه كل ما ترتاح معانا هتبقى فردها معاكي اسهل بكتير. كل ما تريحيها كل ما تحسيها سهله جدا جدا وانت بتفرديها. رجعنا بعد انا سبتها حوالي ساعتين. شوفي بقى انت اعجني وسيبيها، وشوفي ايه اللي وراكي في البيت خلصيه وارجعي لها تاني. بتحطي شويه زبده على سمنه، او شويه سمنه بلدي، او حسب انت عايزه تعجنيها بايه، على السطح اللي هتعجني عليه. وبعدين بتحطي الكوره، وبعدين بتبتدي ترشي على الوش سمنه، وتبتدي تفرديها كده باطراف اصابعك، هي بتمط معاكي وبتتفرد لحد ما تحسي ان العجينه معاكي بقت شفافه. ولو اتقطعت مفيش اي مشكله، بتكملي فرد برضو. عند التوريق بقى مفيش اسهل من الطريقه دي في التوريق. بعد ما تفرديها هتجيبي سكينه او العجله بتاعه العجين، وتقطعي خطوط كده ما توصلش للنهايه، يبقى النص عندك مش مقطوع من طرفين العجين، الطرف اليمين والطرف الشمال. وهتبتدي تلمي اطراف العجينه على بعض بنفس الشكل ده. وطول ما انتي بتلفيها او بتتنيها، هتبتدي بالفرشه بتاعتك كده تورقي بالزبده او ترشي زبده، لان الزبده دي هي اللي هتخلي طبقات الفطير مورقه معاكي. وبنفس الشكل ده
الموضوع سهل جدا يا جماعه، هتحسي انها ملخبطه، لا عادي خالص، هتطلع كويسه جدا في الاخر. الدنيا هتبقى مظبوطه تمام تمام جدا معاكي. ودي بالنسبه لي اسهل طريقه بجد لتوريق الفطير. في كذا طريقه للتوريق، لو ما اعمل مره تانية وصفه تانية للفطير باذن الله هبقى اقول لكم عليها. بس دي بالنسبه لي انا اسهل طريقه انا جربتها لتوريق الفطير، وهتفضلي تكملي كده لحد ما تخلصي كل الفطيره بتاعتك، وتضمي على بعضه لحد ما تخلصيها كلها. ادي اخر جزء، بتلميها على بعض كده، وتبتدي تحاولي تظبطيها بايديكي كده، وترشي شويه زبده على الوش. وبعدين تجيبي الفطيرة بتاعتك، وتجيبي الصينية اللي انتي هتسوي فيها، تدهنيها من تحت شوية زبدة محترمين، وتغطيها وتسيبيها ترتاح 10 دقايق ربع ساعة. مهم جدا في الخطوة دي انك تشغلي الفرن. المعجنات كلها بتخش على فرن مسخن مسبقا، ولازم الفرن يكون سخن جدا على درجة حرارة عالية جدا جدا. هتبتدي بقى بعد ما سبتيها ترتاح 10 دقايق او ربع ساعة، والفرن طبعا شغال، تبتدي تسكني العجين جوه الصينية بحيث ان العجينة تاخد شكل الصينية. وطبعا عشان انتي مريحه العجينه هتتفرد معاكي بمنتهى السهوله، مش هتتعبك نهائي نهائي، ولا هترجع تتزحلق ولا هترد منك، لا اطلاقا. هتتسكن معاكي بمنتهى السهوله جوه الصينيه. وهتدهني الوش زبده، وهتدخلي الصواني بتاعتك تباعا بقى حسب الفرن عندك، هياخد صينيه او صينيتين في الفرن. هتاخد منك مده من 15 ل 18 دقيقه. هتتابعي السوا طبعا، علشان مش كل الافران بتخلي وش الفطيره او وش الاكل بتاعها بيتحمر لوحده. لو حسيتي انها استوت من تحت واستوت من فوق وما احمرتش، بتولعي عليها شويه حاجه بسيطه مع المتابعه. وزي ما قلت لك هتاخد من 15 ل 18 دقيقه جوه الفرن. بتطلعي واحده واحده، وكل واحده بتطلع طبعا بتغطيها بكيس، وبتحطي فوق الكيس فوطه، علشان الفوطه ما تشربش السمنه او السوائل اللي موجوده جوه الفطيره فتنشف معاكي. وترجعي ترصيهم تباعا فوق بعض، اي واحده تطلع تحطيها فوق بعض هيطروا بعض. وبنفس الطريقه برضو تدهني الوش وتحطي لحد ما تخلصي كل الكميه اللي عندك. وبرضو ضروري انك تغطيها بالفوطه علشان تكتمي البخار جواها، فتطلع طريه معاكي وتطلع الورق من جوه كانك جايباه من بره بالظبط. ودي تالت فطيره، وبنفس الطريقه لحد ما تخلصي كل الكميه اللي عندك، تغطي برضو. ودي الفطيرة الرابعة. كده انا خلصت كل الكمية اللي عندي بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه. وكده وصفتي النهارده خلصت، يا رب تكون عجبتكم ويا رب تكونوا استفدتوا بيها. انا في فطيره واحده بس ما دهنتهاش من بره علشان ما تبقاش تقيله قوي. انا عندي في ناس بيحبوها تقيله، وفي ناس بيحبوها خفيفه. يا رب تكون وصفتي النهارده عجبتكم ويا رب تكونوا استفدتوا بيها. ما تنسوش حبايبي تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. دمتم في فضل من ربنا ونعمته، ومن هنا لحد ما اشوفكم الفيديو الجاي باذن الله، اسيبكم في رعايه ربنا وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.